بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض حفلة سندوتشات. عايزين زهقوا من اللحمة ومن الفراخ، فقلنا نعمل شوية سندوتشات كده ونصورها مع بعض ونشوف الطريقة. معنا دي سندوتشات سجق، ودي سندوتشات لحمة مفرومة. هنشوف الطريقة مع بعض. معايا الطاسة بتاعتي على النار، حط فيها شوية زيت. انا مقطعه البصل بتاعي جوانح بالشكل ده، اشوحه كويس على النار لحد ما يدبل كده، عشان انا عايزاه يبقى في السندوتشات مكرمل. هجهز السجق بتاعي مقطعاه بنفس التقطيعة كده. هشوحه كويس مع البصل بنفس الشكل كده. تشويحة كده يعني يتشمع معايا كده على النار. معايا فلفل حامي مقطعاه بالشكل ده كده. هنقلبه مع السجق بتاعنا. طريقته سهلة جدا وسريعة. معايا ملح وفلفل اسود. هقلبه كويس. ما بياخدش وقت في السوا خالص. هما الطريقتين ما خدوش 5 دقايق على النار. هنقلبه كويس. البصل بتاعنا يتكرمل بس كده، ونشيله من على النار. نجيب طاسة تانية، نحط فيها شوية زيت. نحط فيها بصلتين متقطعين مكعبات صغيرة كده بالطريقة دي كده. شوح البصل كويس على النار. بالشكل ده يدبل بس البصل بتاعي. أكون مجهزة اللحمة بتاعتي. لحمة مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة بالشكل ده. نقلبها كويس. هي طريقة اللحمة المعصجة، بس أنا هحط لها طماطم مبشورة. معايا طماطمتين مبشورين بالشكل ده كده. ومعايا برضو فلفل حامي طبعا حسب الرغبة. معايا ملح وفلفل اسود بالطريقة دي. هنقلبهم كويس.
بالشكل ده كده. معايا العيش الفينو بتاعي مجهزة اهو، عاملين وليمة سندوتشات. هما نفسهم ياكلوا سندوتشات من زمان، فعملنا شوية سندوتشات بالشكل ده كده. دي سندوتشات اللحمة، والسجق بتاعنا اهو، نعمل سندوتشات سجق. هنجهز السندوتشات بتاعتنا وهنشوفها مع بعض بالشكل ده كده. طلع تحفة، والبصل مكرمل وايه بقى خيال. سندوتشات السجق بتاعتنا بالشكل ده جميلة جدا. ودي سندوتشات اللحمة، الطريقة دي طلع تحفة بجد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ولو أول مرة تشوفوني، أنا قناتي اسمها بسم الله معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.